مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. كشفت مصادر أجنبية عن خطة هوليودية نفذتها المخابرات الفرنسية بتواطؤ مع ضباط ورجال أمن تونسيين لتهريب الناشطة الجزائرية أمينة بوراوي. قالت المصادر إن المخابرات الفرنسية الخارجية وعبر تنسيق أمني مع ضباط تابعين لها في الجزائر وتونس تمكنت من خداع جميع مصالح الأمن والمخابرات في الجزائر وتهريب الناشطة الحقوقية الجزائرية أميرة بوراوي إلى فرنسا عبر تونس. وأوضحت المصادر أن الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي قامت بالتنسيق مع ضباط تابعين للمخابرات الفرنسية للهروب من الجزائر التي كانت تواجه فيها السجن بسبب المحاكمات المتعلقة بازدراء الدين الإسلامي وقضايا أخرى تخص الحق العام، بالإضافة إلى صدور قرار بمنعها من السفر. وقالت الصحيفة إن تهريب أميرة بوراوي تم عبر المعبر الحدودي ملولة بعد أن عملت المخابرات الفرنسية على إخفاء هويتها في سيارة أعدت خصيصا لهذا الغرض كي لا يتم رصدها من طرف رجال الأمن والمخابرات الحدودي في حال تم التأشير على جوازها في المعبر. وفقا لمعطيات حصلت عليها المصادر، فإن تهريب بوراوي كان بتواطؤ مع رجال أمن تونسيين تعاملوا مع ضباط المخابرات الفرنسيين لتهريب الناشطة الحقوقية الجزائرية التي دخلت تونس قبل أن تحتضنها السفارة الفرنسية في العاصمة التونسية التي قامت بحمايتها. وعمل السفير الفرنسي في تونس على ترتيب كل تفاصيل خروجها من البلاد إلى فرنسا بعيدا عن أعين الأمن التونسي قبل أن جعلوها تفلت من قبضة المخابرات الجزائرية. وكشفت الصحيفة أنه يوم الجمعة الماضية حاولت السفارة الفرنسية ترتيب خطة استخباراتية لتسفير بوراوي إلى فرنسا عبر مطار قرطاج الدولي، ولفتت إلى أن الخطة تمت بنجاح قبل أن يوقف أحد أفراد أمن الحدود التونسي ويمنعها بعد أن لاحظ أنها لا تملك ختما على جوازها لدخول تونس. ولاحقا تم بحث اسم الناشطة الجزائرية في اللائحة الأمنية ليظهر أنها مطلوبة لدى السلطات الجزائرية، ما جعل عملية التهريب قابلة للانهيار. وأظهرت المعطيات أن الخطة شارفت على الانهيار فعلا، حتى تدخل السفير الفرنسي في تونس شخصيا وبدأ يضغط على السلطات التونسية من أجل منح الناشطة الجزائرية إذن الخروج من البلاد على ضمانة الجمهورية الفرنسية بحكم الناشطة الجزائرية تحمل الجنسية الفرنسية. وأوضحت المصادر أن طلب السفير الفرنسي قوبل بالتريث بحكم العلاقة المعقدة بين الرئيس التونسي قيس سعيد والنظام الجزائري وما لها من غموض وملايين الدولارات التي منحتها الجزائر لتونس مقابل مواقف سياسية لقيس سعيد في المنطقة، وهو ما جعل الخارجية الفرنسية تتدخل مباشرة لدى وزير الخارجية عثمان الجراندي الذي مهد الطريق لأميرة بوراوي بمغادرة التراب التونسي بداعي أنها تحمل الجنسية الفرنسية. المعلومات أكدت أن خطوط الهاتف الساخنة بين تونس والجزائر استمرت في الاتصال مع تواجد ضباط للمخابرات الفرنسية على الأراضي التونسية ينتظرون إتمام مهمتهم بتهريب الناشطة الجزائرية عبر رحلة للخطوط الفرنسية من مطار قرطاج الدولي، وهو ما تم فعليا بعد أن تم تغليف قرارات السلطات التونسية بقبول مغادرة الناشطة الجزائرية نحو فرنسا بحكم قضائي تحصلت عليه. وفي تطورات متلاحقة أعلن الرئيس التونسي إقالة وزير الخارجية عثمان الجراندي وتعيين السفير التونسي في بروكسل نبيل عمار بدلا منه. وتبع هذا القرار قيام الرئاسة الجزائرية باستدعاء السفير من فرنسا احتجاجا على عملية التهريب. وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها: أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا سعيد موسى فورا للتشاور، مشيرا إلى أن الجزائر أعربت لفرنسا عن احتجاجها الشديد على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لبوراوي المطلوبة للقضاء الجزائري. في المقابل كشفت صحيفة لوموند الفرنسية عن السبب الرئيسي الذي كان وراء نجاح العملية الاستخباراتية الفرنسية التي انتهت بترحيل الصحفية الجزائرية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا بعدما كانت قاب قوسين من تسليمها إلى السلطات الجزائرية، حيث تواجه عقوبة بالسجن عامين. وبينما أفادت صحف جزائرية بأن
أن مسؤولين أمنيين في مطار تونس قرطاج الدولي هم من كانوا يقفون وراء تسهيل سفر الصحفية. أكدت مصادر أخرى أن السفير الفرنسي في تونس ساهم بشكل كبير لإتمام هذه المهمة الاستخباراتية الفرنسية. وقالت صحيفة لوموند الفرنسية في معطيات غير متوقعة أن الرئيس التونسي قيس سعيد هو من تدخل عبر تقديم تصريح بالسفر للناشطة والطبيبة الجزائرية أميرة بوراوي لأجل السفر إلى فرنسا. وأكدت أن أميرة بوراوي نقلت في مرحلة أولى إلى بر الأمان في السفارة الفرنسية بتونس العاصمة قبل أن تحصل السفارة على تصريح من الرئيس قيس سعيد للسماح لها بالسفر إلى فرنسا بدلا من تسليمها للجزائر. وتأتي هذه المعطيات المثيرة للجدل من الصحيفة الفرنسية في الوقت الذي لم ترد فيه باريس إلى الآن رسميا على البيانات الجزائرية الغاضبة. فبعدما قررت الجزائر استدعاء سفيرها للتشاور على خلفية ما حدث، أعربت الخارجية في مذكرة رسمية وجهتها إلى الإليزي عن احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لبوراوي. يشار إلى أن أميرة بوراوي هي ناشطة سياسية وطبيبة جزائرية انخرطت منذ سنوات في العمل الصحفي، وهي حاملة للجنسيتين الفرنسية والجزائرية. أوقفتها السلطات الأمنية التونسية يوم الجمعة الماضية عندما كانت تحاول السفر عبر طائرة متوجهة إلى فرنسا قبل أن يفرج عنها قاض يوم الاثنين، ثم تلا ذلك حصولها على حماية من القنصلية الفرنسية في تونس. وزارة الخارجية الجزائرية هي الأخرى أدانت العملية الاستخباراتية الفرنسية في مذكرة رسمية للسفارة الفرنسية عبرت فيها عن إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية. وتابعت الخارجية أن هؤلاء شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري.